مرحبا متابعيني الكرام. اليوم برنامج قسم ونصيب جاب العيد وأثار الجدل من أبوابه الواسعة بعدما نزل إعلان لديت المشترك العراقي مرتضى مع المشتركة الكويتية عائشة، حيث ظهروا وهم على مسافة قريبة جدا وتحيل الصورة إلى احتمالية تبادل القبل، مما خلف موجة من ردود الفعل المتباينة من طرف الجمهور. مرتضى في أول تصريح له على خلفية الحلقة عبر عن فرحته بالمشهد، حتى أنه غار على عائشة من الفانز ومن تعليقاتهم في لايف كان به جيست. كذلك مرتضى دافع عن حبيبته عائشة وعبر عن نواياه الجيدة نحوها. فشنو رأيكم حبايبي بالموضوع؟ شاركونا رأيكم بالتعليقات. للمزيد من التفاصيل تابعوا الفيديو للأخير وتابعونا لنوافيكم بآخر الأخبار والمستجدات. يا شفت الإعلان هسه مسوي اخي بس ما بسولف لي على هاي البوسه حبيبي. الجمهور يجيري ترى مو انا. احنا ما نسولف كل شيء. ثاني شيء الدعايه تعرف شو سوت فينا؟ فراشات في البطن بصوت عايشه، صارت فراشات في البطن. اسمي الميامي سوشي. شكرا حبيبي. اكثر 3 لحظات حسيت حالك سعيد في اف ام مع عايشه. اكثر 3 لحظات حسيت يعني روحي سعيد. 3 ذكريات انه بالفيلا انه هن انه واو بتحسهم. يعني اكيد اول يوم دخلت شفتها بالبرنامج. شوفوا هاي غير ذكرى، هاي اول مره يعني اشوف هذا الشخص. قولي يا لهوي صدمت مو؟ حلو والله. الذكرى الثانيه من ارتبطنا. نحن ما بنحكي ارتبطنا ما يعني الديت. يلا الديت صحيح. شلون انتم مو مرتبطين بالحلقات على عين الذكرى الثالثه بعد ما صايره. يعني لقدام نشوفها. ايه عرفتها عايشة بقول لك منو اللي بادر بالاول يعني بالعلاقه، لانه صاير هجوم على عائشه انه على اساس انه هي اللي بادرت من هالكلام. من اللي بادر؟ ماكو احد بادر، الاثنين كنا معجبين ببعض والاثنين كنا عندنا مشاعر تجاه بعض، وماكو لا هي بادرت ولا انا بادرت، هي المشاعر تطورت هي اجتها بس مجرد انه صارت لها الفرصه تقدر تحكي. انا لو جايني مثلا لو جايتني الفرصه مالتها اكيد هم راح اختارها، بس هي لانه اجتها الفرصه واختارتني، بس مو معناها انه هي بادرت، لا بالعكس المبادره كانت من الطرفين وما طلعت. مرتضى قبل ما تنزل كلمة بحق عائشة حتى تنزل تاخذ راحتك أخي. يعني شو اقول لعائشة كلمات يعني عائشة يعني بس يقولوا لك وي لاف يو من روسيا يا مرتضى، محبينك بروسيا يا مرتضى. لا عائشة حبيبتي وتظل حبيبتي وجوا البرنامج وورا البرنامج. أنا عارفة إنه راح يختارني يعني من غير أي كلام، عرفته؟ الله لا يحرمني والله الفرصة. طبعا اختارك، انا مغمض هيجي اعضائي يجون يشدون عيوني ويقولوا لي روح اختار، حتى لو بتصير تري بس والله العظيم اقول لك شغله. في النهاية إذا عجبكم الفيديو دعوا لايك واشتركوا في القناة ولا تنسوا تفعيل الجرس.